النهاردة معانا مجموعة مصادر مهمة قوي بتركز على إزاي نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بفعالية أكبر. يعني مش بس إزاي نستخدمه، لا إزاي نتجنب الغلطات اللي ممكن تطلع منه، وكمان إزاي يعني نستغله صح في مشاريعنا الكبيرة ونطور مهاراتنا فيه. هدفنا في المناقشة دي إننا نطلع بخلاصة عملية أفكار وتقنيات تخلي أي حد فينا يعرف يستفيد منه بأمان، ونتأكد إن النتائج اللي بناخدها منه دقيقة ومفيدة فعلا. خلينا كده نفصص الموضوع ده سوا. تمام. والحقيقة أكتر حاجة لافتة للنظر في المصادر دي هي إن المشكلة مش في ال AI نفسه قد ما هي في طريقة تفاعلنا إحنا معاه. يعني في مثال اتقال حقيقي ومقلق بصراحة. حد سأل عن أدوية صداع للأطفال والإجابة كانت غلط خالص وممكن تضر الطفل. يا ساتر. وده بيورينا على طول خطورة فكرة الهلوسة اللي بيعملها الذكاء الاصطناعي. مصطلح الهلوسة ده بنسمعه كتير قوي اليومين دول. ممكن توضح لنا أكتر يعني إيه بالظبط؟ ببساطة شديدة، الهلوسة دي لما الذكاء الاصطناعي يألف، يخترع معلومات كده من عنده. ممكن يقول حقائق مش حقيقية، أو يقولك على مصادر مش موجودة أصلاً، أو ياخد معلومات صح ويركبها على بعض بطريقة غلط فيوصل لنتيجة مش مظبوطة. تمام. وده بيحصل كتير بالذات لما نسأله عن حاجات جديدة قوي أو معلومات محتاجة دقة عالية زي الأرقام والتواريخ. وطبعا المعلومات الطبية والقانونية دي حساسة جدا. الأخطر بقى إنه بيقول المعلومة الغلط دي وهو واثق من نفسه جدا. دي بقى النقطة المخيفة فعلا، الثقة دي هي اللي ممكن تخدع أي حد فينا بسهولة. طيب المصادر بتقول إيه بقى كطرق عملية؟ إزاي نحمي نفسنا؟ بصي، المصادر بتقدم كذا طريقة دفاعية، يعني نقدر نقول عليها كده. أول وأهم حاجة، نحدد له حدود معرفته. بدل ما نسأل سؤال عام قوي زي إيه آخر الأخبار، لا، الأحسن نقول له بناء على معلوماتك لحد تاريخ كذا، إيه أهم التوجهات في الموضوع الفلاني. ولو المعلومة دي قديمة عندك أو مش متأكد منها، قول. يعني كأننا بنحجم له مساحة التأليف اللي ممكن يعملها كمان. النقطة التانية ومهم قوي إننا نطلب المصادر بوضوح وبإصرار كمان. نقول له لو سمحت قول لي مصادر المعلومات دي إيه بالظبط، ولو في حاجة مش متأكد منها قول بصراحة. ده بيخليه يتردد شوية قبل ما يخترع إجابة. منطقي. والنقطة التالتة مرتبطة بدي، إننا نسمح له يقول مش عارف. يعني نواجه السؤال بطريقة تخليه لو مش عارف يقول لا أعرف عادي، بدل ما يحاول يخمن أو يهولس عشان يدينا أي إجابة وخلاص. حلو قوي ده، يعني كأننا بنقول له الأمانة أهم من الإجابة نفسها. طيب نرجع لمثال الأدوية المقلق ده، إزاي ممكن نتعامل معاه بالطرق دي؟ تمام. بدل ما نسأل السؤال المباشر اللي هو إيه أحسن دواء للصداع لطفل عنده 5 سنين، وده طبعا سؤال خطير جدا يتوجه ل AI، لا، ممكن نسأل بطريقة تانية. زي مثلا لخص لي كده الطرق العامة والآمنة المشهورة اللي الناس بتستخدمها لتخفيف الصداع عند الأطفال، بس أكد لي إن دي معلومات عامة للمعرفة بس، وإن لازم استشارة طبيب متخصص. فهمت. يعني بناخد فكرة عامة مع تحذير واضح ونبعد عن الخطر المباشر. بالظبط كده. تمام قوي. يبقى دي كده زي ما بنقول مرحلة الدفاع عشان نتجنب الأخطاء الواضحة. لكن المصادر كمان بتتكلم عن مستوى تاني، مستوى بناء طلبات معقدة لشغل حقيقي ومشاريع. إزاي ده بيتم؟ هنا بقى بندخل في مرحلة الاستخدام المتقدم اللي هو الهجوم، لو حبينا نسميه كده. الفكرة الأساسية هنا هي تقسيم أي مهمة كبيرة ومعقدة، نقسمها لأجزاء أصغر نعرف نتعامل معاها. لازم نحدد هدف كل جزء بوضوح شديد، وبعدين نشوف إيه التقنية المناسبة للجزء ده. والمصادر هنا بتشرح كذا تقنية مهمة قوي. زي إيه مثلا التقنيات دي وإزاي بتفيد؟ في مثلا تقنية اسمها تحديد الدور أو role playing. يعني إيه؟ يعني نطلب من ال AI إنه يتصرف كأنه خبير في حتة معينة. نقول له مثلا اعتبر نفسك خبير تسويق، أو اتصرف كأنك محلل مالي. ده بيخليه يركز إجاباته وأسلوبه في الحتة دي. بتوجهه أكتر. تمام. وفي تقنية تانية اسمها استخدام الأمثلة أو few short prompting. دي بنديله مثال أو مثالين للإجابة أو الشكل اللي احنا عايزينه بالظبط، هو بيتعلم منها ويعمل زيها. كأننا بنوريله يعمل إيه عملياً. مظبوط. وتقنية تالتة مهمة اسمها التفكير المرحلي أو chain of thought. بنطلب منه إنه يحل المشكلة خطوة بخطوة، أو كأنه بيفكر بصوت عالي وهو بيجاوب. دي بقى مفيدة جدا في المسائل المعقدة، ليه بقى؟ عشان بتساعد نفكك المشكلة
وبتقلل احتمال الغلط في الاستنتاج النهائي، وكمان بتخلينا نشوف هو فكر إزاي ووصل للإجابة دي. هايلة دي. يعني الموضوع مش بس في السؤال نفسه، لأ، ده في تصميم عملية التفاعل كلها. بالظبط كده، هي دي النقطة. والمصادر بتلخص لنا المهارات الأساسية اللي بنكتسبها من كل ده، إننا نعرف نكتب طلبات واضحة ومحددة، نقلل الغموض على قد ما نقدر، ونعرف نستخدم الأمثلة صح عشان نوجهه، ونتعود إننا لازم نتحقق من دقة أي معلومة ونطلب مصادرها. والأهم بقى إننا نقدر نبني سلاسل طلبات ورا بعضها لمشاريع كبيرة ومعقدة. مع التطور السريع جدا في المجال ده، الواحد يفضل مواكب إزاي نحافظ على المهارات دي ونطورها؟ المصادر بتقترح خطة تطوير مستمر بسيطة بس فعالة من 3 محاور كده. أولاً، التطبيق اليومي، نستخدمه كل يوم حتى في حاجات بسيطة عشان نثبت العادات دي. ثانياً، التخصص، يعني الواحد يركز يطور مهاراته دي في مجال معين هو مهتم بيه، برمجة بقى، كتابة، تحليل بيانات، أي حاجة، ويبني لنفسه زي مكتبة طلبات جاهزة ومجربة في مجاله. فكرة حلوة دي. جداً. ثالثاً، وده بديهي، متابعة الجديد أول بأول، لأن الأدوات والتقنيات بتتغير وبتتطور بسرعة رهيبة فعلاً. يبقى الخلاصة كده، لو هنلخص أهم فكرة طلعتنا بيها النهاردة، هي إن الذكاء الاصطناعي ده أداة قوية جدا، مفيش كلام، لكن قيمتها الحقيقية مش فيها هي قد ما هي في مهارة اللي بيستخدمها. مهارة في إننا نسأل السؤال الصح، ومهارة في إننا نشك ونتحقق، ومهارة في بناء تفاعلات مدروسة للمهام الكبيرة. والنصيحة اللي اتكررت كتير في كل المصادر: بلاش ثقة عمياء أبداً، التحقق دايماً ضروري. أعمق شوية بعد الكلام ده كله، هل تعلم وتطبيق المهارات دي في التعامل مع ال AI حاجات زي التفكير المنظم، تقسيم المشاكل، التحقق النقدي من أي معلومة، صياغة الأفكار بوضوح، هل ده ممكن يأثر على طريقة تفكيرنا إحنا وحلنا للمشاكل عموما في حياتنا، حتى بعيدا عن استخدام التكنولوجيا دي نفسها؟ سؤال مهم ويستحق كل واحد فينا يفكر فيه شوية.